بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. مليون مبروك لنادي الزمالك وجمهوره العريق داخل مصر والوطن العربي على بطولة السوبر الإفريقي. والحقيقة نادي الزمالك استحق الفوز بهذا اللقاء وبطولة السوبر الإفريقي عن جدارة واستحقاق، وعمل جيم عالي جدا أمام النادي الأهلي اللي كان بعيد جدا عن مستواه، سواء الجهاز الفني اللي ما عدش للمباراه وما حضرش ده كويس او اللاعبين. والحقيقه فعلا يعني اللاعبين النادي الاهلي كان بعاد جدا عن مستواهم، وخصوصا حارس المرمى محمد الشناوي. ومش عارف مستر كولر جمد مصطفى شوبير على الرغم ان هو وصل للتوب فورم على مستوى بطولة افريقيا، وفوجئنا ان هو جمده واعاد مرة اخرى محمد الشناوي لحراسة مرمى النادي الاهلي. مفيش حد ينكر ان الشناوي تاريخ كبير مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولكن شوبير جه وقته ان هو لاعب لسه صغير وياخد الفرصة. وبعدين انا مش عارف في مصر يعني اللاعب حارس المرمى لازم يبقى عنده 30 ولا 35 سنة عشان ياخد فرصته. طب إذا كان حارس المرمى عنده 20 أو 22 سنة ومستواه عالي جدا وفي التوب فورم، ليه ما يلعبش سواء على البطولات الإفريقية أو البطولات المحلية؟ ومعروف دايما في كرة القدم طالما مستوى أو حارس المرمى لعب اساسي وادى جيم عالي جدا مع التيم بتاعه، خلاص بيثبت مكانه وبيثبت مركزه وبيعمل وبيقدم مباريات طيبه جدا. ولكن الحقيقه فعلا نادي الزمالك استحق الفوز بهذا اللقاء. مليون مبروك للجهاز الفني نادي الزمالك ومجلس الاداره واللاعبين، تهنئه قلبيه مني كاحد مشجعي النادي الاهلي. ولكن الحقيقه فعلا النادي الاهلي كان بعيد جدا عن مستواه. نقول مليون مبروك لنادي الزمالك وجمهوره الكبير. الحقيقه فعلا ادوا جيم عالي جدا سواء في الهاف تايم الاولاني او الهاف تايم الثاني، وايضا في ضربات الترجيح كانوا مركزين جدا. ومش عارف لعيبه النادي الاهلي كان ايه اللي حصل لهم، ولكن هي دي كره القدم. واهم حاجه ان السوبر الافريقي مصري 100%. الحقيقه مليون مبروك مرة أخرى ومرة رابعة وخامسة وعشرة لنادي الزمالك، مع تمنياتي بالتوفيق لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، وكل الدعم وكل التوفيق للعميد حسام حسن مع منتخبنا الوطني للفوز ببطولة الأمم الإفريقية القادمة وأيضا الوصول إلى كأس العالم. أعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، وإلى أن نلتقي في لقاءات أخرى أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.